الفاضل، اسمحوا لي أن أعبر لكم باسم الجزائر عن عميق امتناني للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لمصادقتها على تسجيل ملف الجزائر المعنون الزيد احتفالي النسوي للشرق الجزائري الكبير، معارف ومهارات خياطة وصناعة حلي التزيين، القندورة والملحفة، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. إوا سمعتي يا طاطا السرقة زاد الكرغولية، اليونسكو وافقت على ملف الزي النسائي التقليدي لشمال الششاير، القنيضيرة والملحفة. وفينا هو قفطان القاضي وربعته لا يوجد، والقفطان القايدة شتي وزير الثقافة يعني الخبر ويستقبل العزاء. ايوا كيجيناك يا سرقة زاد الكرغولية يا قفطان القاضي وموتي بالسم، هذا خبر غيجيب لك التمام يا سرقة زاد. تاع المغرب روح هذا وين تفكرت. شفت واحد الريكورد بعتوهولي، قالوا لي شيرين راهم لقاوهم ب 450 ولا 350 ولا ما نعرفوا شنو، يا لو كان باطل كاع من تحت سي با لو ميم. حاجه الاولى هذا مروكي، قلنا هذا مروكي، راهو مقرافي باللي مروكي مغربي، وهذاك لا مارك بي في اس ولا بي اف اس ولا جو سي با كوا، يعني تاع الجزائر، يعني مخدوم هنا. او ما همش كيف يا الجهاله. شحال نعيا نفهمكم، شحال نعيا نفهمكم، شحال نعيا نفهمكم على ما تفهموش، على ما تفهموش. وليك مدام لو كان ما جاوش ملاح ما يتباعوا، كانوا دنيا عندي هنايا قعدوا غير 2 حبات جهاله، قعدوا لي 2 حبات برك كملوا. او على الناس ما تعرفش، الناس ما يعرفوش. نبغوك بزاف، ربي يحفظك، ربي يحفظكم المروك. تحياتنا للمغرب، تحياتنا للمغرب. تفضلي مدام تفضلي. لاباس مدام تفضلي. قالت لك الاصل راه مروكي والتقليدي مزور راه جزائري. وما عرفتش شكون اللي جاهل، واش هما ولا انتي. الكرغوليه هذاك راه صنع من فاس، اصله مغربي مروكي مغرب. نتوما اصلا ما عندكمش الصناعه نهائيا، كلشي كتستوردوه من المغرب، لا من اللباس لا من زي لا من عطريه لا من كلشي. الثقافه كلها المغرب كلها كتستوردوها نتوما. اش عندكم؟ ما عندكم والو. واحد هكاوي قال لك الموحدين اصلهم الشائريين، ما عندهم لا جذور لا اصول، غير كيتلصقوا بحال لحمة الراس. خليكم نتوما اللي غتردوا عليه في الكومونتيرات. خليكم مع الفيديو ونعاودوا نرجعوا. مملكة نوميديا الشرقية بقيادة الملك العظيم ماسينيسا التي عاصمتها سيرتا قسنطينة تمتد من بعض أجزاء ليبيا إلى وادي ملوية في مراكش اليوم. أنا لا أقول المغرب وإنما أقول مملكة مراكش. كانت كل هذه هي المملكة نوميديا الشرقية. ما تبقى الجزئية القليلة هي مملكة نوميديا الغربية. إذن زيد تجي لهنا، فما يعني هو تاريخ يعني الحالة الوحيدة اللي ربما بعض أجزاء من الغرب الجزائري كانوا تحت راية الدولة المرابطية، هي في الدولة المرابطية التي أسسها القائد العظيم يوسف بن تاشفين. ويوسف بن تاشفين ماهوش مغربي، جا من موريتانيا من بلاد شنقيط وجا طالع، فأسقى مملكة الأدارسة وأسقط ووحد الأندلس وأخذ. لأن مملكة دولة المرابطين كانت من الاتجاه من الجنوب من نهر السنغال إلى بلاد الأندلس ولم تتوسع شرقا. الموحدون جزائريون يا أخي، الحماديون الزيانيون كلهم جزائري. الفاطميون من منطقتكم. تأسست الدولة الكتامية عندكم في كتامة في زارزة وميلا وفرجيوة. هنا تأسست
الدولة الفاطمية. نعم، يعني هؤلاء والذين بنوا الأزهر الشريف ومدينة القاهرة هم الكتميون، هم أهل جيجل وميلا سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في صحه جيده. فيديو جديد. الفنانه المصريه يسرا كتشكر في المغرب بزاف، قالت كنمشي كنرتاح وما كايناش شي دوله في العالم كنرتاح فيها من غير المغرب. كنمشي كنفوج وكنضحك وكنمشي للحمام مغربي وكنرتاح، ما كايناش شي دوله اخرى من غير المغرب اللي كنمشي لها، وكنمشي لها بزاف المرات. ما قالت لا هك لا هكا ولا راكم عارفين. واحد المصري ايضا في نفس الفيديو مطلعها على هكاوه وتيشرح ليهم شنو قالت يسرا الفنانه المصريه. فيديو غادي يعجبكم، ما نطولوش عليكم، نخليكم مع الحلقه اليوم. ولكن قبل من داكشي ما تنساوش تكونونا من لايك ديالكم، كومونتيرات كيهموني، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو بسم الله. والله أنا بموت في الحمام المغربي وبموت في المساج والدلع اللي بتدلعه هنا مختلف خالص عن أي مكان تاني. دي الحاجة التانية، أنا باجي المغرب كتير 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 أقضي النيو يير أنا وجوزي وأصحابنا، نأجر مكان ونعيش فيه أسبوع، ونبقى مثلا 6 couples أو حاجة كده، ونقعد ونقضي أحلى أيام حياتنا، أجمل أيام حياتنا هنا. فالمغرب بنعرف إزاي نتفسح فيها ونبقى على راحتنا، فيها حاجة مختلفة خالص خالص غير أي بلد تاني. أبدأ كلامي بجملة كنت عايز أسيبها للآخر، إنما لقيت إن ده هو وضعها المناسب، وهي من خلال ما رأيته في عيون الآخرين أحب أن أقول أن المغرب تحفة عالمية على أرض إفريقية. أبى من أبى وشاء من شاء، وكلته فلنكاته من كلته فلنكاته، وتورمت عنده سبنساته من تورمت عنده سبنساته يغطيها. إذا حس بهذا الأمر يغطيها وهو نايم، يدفيها، كل ما عليه إن هو بس يدفيها، ويصبح الصبح يبص فيها هيلاقيها بقت عالي العال. وطبعا حضراتكم عارفين أنا قصدي على إيه بالظبط كده. الله يفتح عليكم، قادر يا كريم. الراس لما بنقول كده هو إيه اللي هتاكله؟ يعني واضحة إيه اللي هتاكل الإنسان؟ راسه من التفكير. الراس بقى ومشتقاتها والمشتقات بتاعتها، يعني صرصورين الودن من تحت دول، واخد بالك؟ القفا ورا القفا فوق القفا، المناخير، هذه الاشياء كلها. والشهاده لله انتوا اذكياء جدا. ساعه ما بقول لكم عارفين انا قصدي على ايه ولا ما انتوش عارفين، بدخل ابص عليكم في التعليقات. ساعه ما الاقيكم بتضحكوا اقسم بالله بتاكد على طول ان انتوا عارفين انا قصدي على ايه. ناس تفهمها وهي طايره. عارفين لو في واحد لقيته ما بيضحكش كده او بيرد بيقول عارف، اشك ان هو عارف. انما مدام الاغلب يقول عارفين ويجي ضاحك، ده ابن عفريته عارف وفاهم على طول، عشان بس ما حدش يفهمنا غلط ولا حاجه، لا سمح الله. فما شاء الله على حضراتكم. حد دلوقتي هيجي يقول لي الله، طب افرض يا عم ابو زيد هو عمل الكلام ده وبرضه لقى الاكلان لسه شغال فيها، العمل ايه يا راجل؟ عيب اما تقول العمل ايه وانت بتتكلم معايا. امال دول بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا ايه؟ ها؟ دول عندي عشان مين؟ دول جايين لمين؟ ها؟ ما هم جايين لمثل هذه الحالات المزمنه المستعصيه. يا اخوانا ده انا حاسس ان انا بقيت عايش في ارزخانه في صيدليه من كتر كميه المراهم وانواعها اللي عندي. ده انا متهيألي انا بقيت متخصص مراهم اكتر من الدكتور الصيدلاني اللي واقف في الصيدليه. ده انا متاكد ان انا عندي انواع هو نفسه ما يعرفهاش. ايش اللي حرقان الفلنكات، على ايش اللي فرقعه الحواجب، على ايش مش عارف لتورم مش عارف ايه، حاجات اراهنك ان كان بتاع. طب روح انت اللي بتاع الصيدليه كده واساله على مرهم من دول، قول له مرهم كده لفرقعه السبنسات، وربنا ما هيعرف اني مرهم ده.
ما انا بقول لك، ده احنا يعني الموضوع ده فارق معانا، خلي بالك يعني ان منه مساعدة انسانية ومنه في نفس الوقت ان انت بترد على بعض اللي هكذا. الفيديو اللي قالته يسرى وهي فنانة شهيرة والله ليس فيديو عادي، فيه 3 أشياء قوية جدا فوق ما تتخيل. اللي بيحب مكان بيقول أنا يعني ببقى مرتاح وأنا في هذا المكان. يسرى في كلامها لو أنت ركزت أنت عارف قالت إيه؟ أكتر مكان أكون مرتاحة فيه في العالم. خد بالك، اللي بيحب مكان ممكن يروحه مرة مرتين ويروح غيره كتير. يسرى من كتر ما راحت المغرب، ارجع للفيديو ده مش كلامي، بتقول لك كتير مش متذكرة أصلا عدد المرات اللي هي راحت فيها المغرب قد إيه. ده بتقول لك أنا على طول كل الست ما يجي معاها فرصة إن هي تروح هو المغرب. طب حاجة تانية؟ لا، هي ما قالتش، هي قالت المغرب فقط لا غير. فوجهتها الأولى والوحيدة لما تحب إن هي تنبسط. مش بس كده، قالت لك كلمة في الختام مهمة جدا وقوية جدا لو انت خليت بالك. قالت لك ما شفتش بلد في العالم زي المغرب. مش كلامي، انا مش بقول كلام وخلاص، الفيديو انا عرضته لك ممكن تعيده وتسمع هذا الكلام. في البعض قال لك يعني يسرى حتى مقارنة المغرب مع الباقي. لا بصوا يا اخوانا، كل واحد وليه وجهة نظره، بس احنا هنا يعني انا ما بتكلمش في احنا قناتنا دي كورة، هنا قناتنا كورة كاش على اليوتيوب، دي كورة المفروض اسمها كورة. خلي بالك انا اهو بتكلم في الكورة في هذه القناة. انا عرضت عشرات ايه، عرضت عدد لا يحصى. انا كنت عايز اقول عدد وطلعت عشرات، بس عدد لا يحصى من المشاهير حول العالم وفي كل مكان بيعشقوا والله يعيش البلد دي، عيش بيعيش، مش مجرد علاقة ان هو راحها مرة او كده. اللي كان معانا وبقالنا فترة عرضنا ده كتير، ما بالك بقى لو انا متخصص في هذا الشأن، لو انا متخصص ان اللي الناس بتقول على المغرب ايه اعرضه، اللي بيتقال على المغرب ايه اعرضه من المشاهير والناس المؤثرين. انا والله العظيم حبيت البلد دي من كلام الناس اكتر ما كنت بحبها. انا عايز اروح، انا فعلا بفكر جديا والله ان انا اجي. ما هو مش معقوله يعني يبقى في جينا لنهايه الحلقه. نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم بألف خير، مع السلامه.